السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا حكى لي أحد الأخوة وقد وقعت معهم وليست ببعيد. يقول إن هذه الواقعة قد وقعت معهم قرابة سنة واحدة. نراقب قصتهم. لقد ذهبوا في رحلة إلى وادي لكي يستحموا في أحد العيون الصافية. سنأخذ قصتهم. أرجو منك المتابعة والاشتراك في القناة. هذه هي قناة حقائق وأساطير أبو الأيهم. نقدم كل ما هو فيه الحقيقة ونفرق بين الغموض والأسطورة، فتابعونا على قناة حقائق. يقول: اجتمعنا أنا والشباب الذين اتفقنا على أن نذهب إلى العيون التي يكثر فيها الزوار للاستحمام فيها. ذهبنا ووصلنا إلى المكان وهيأنا المكان وبدأنا نعد وجبة الغداء. أعددنا وجبة الغداء وحان وقت الغداء. استحم من استحم وبدأنا لتناول وجبة الغداء. أحد الأخوة قال: يوجد رجل كبير في العمر يستحم جنبنا، ما رأيكم أن نأخذ قليلا من الغداءنا ونعطيه إياه فيأجرنا الله فيه؟ اتفقنا الجميع على أن نعطيه جزءا من غدانا. أخذنا له قليلا من الغداء مع مشروب بارد. أوصلناه إليه وشكرنا. الغريب في الأمر إنه لحاله. سألناه: يا عماه، هل أنت لحالك؟ قال: نعم، قد خرجت من ضوضاء المنزل وأريد أن أغير بعض الأجواء المزعجة التي معي في البيت. لا عليك يا عماه، إن احتجت شيئا فنادنا فنحن جنبك جالسون. فيمضي الوقت إلى أن أتت صلاة المغرب. بقى أحدا من الأخوة قد تأخر علينا وقال إنه سيأتي بعد صلاة المغرب ويحضر معه بعض الدجاج لكي نقوم بإعداد وجبة العشاء. حضر زميلنا بعد صلاة المغرب وقد أحضر الأدوات التي أخبرناه بها. إن زميلنا كثير الجلوس مع رجال كبار العمر. بعد أن حضرنا أخبرناه أنه يوجد رجل جنبنا منذ أن مكثنا في مكاننا وإلى الآن لم يغادر مكانه. ذهب هذا الرجل إليه كأنه يعرفه من زمان. قال له: هل وصلت؟ قال زميلنا: نعم. قال له: هل يمكن أن تحضر لي قليلا من التمر؟ قال: نعم. رجع إلينا وحمل له قليلا من التمر وقال: سآخذ معي القهوة. حمل معه القهوة والتمر وذهب إليه. جلس معه قرابة ساعة كاملة. بعد ساعة رجع يوسف إلينا. ماذا حصل معك؟ قال: لا أعرف، ولكن هذا الرجل كأنه يعرفني من زمان. قد سألني بعض الأسئلة فأجبته. كيف يعرف أهلي؟ كيف يعرف من أنا؟ وكيف يعرف لماذا أنا تأخرت؟ جلست معه وقال لي: هل ستستحم؟ قلت له: نعم، بعد قليل سوف أستحم. أحد منا كان فطينا جدا، كان يفهم في هذه الأمور. بدأ يشك في هذا الرجل. قال له: انتبه لنفسك. كيف عرف عنك وكان ينتظرك مثل ما قلت؟ قال: نعم. كيف يعرف عنك؟ إنك ابن كذا وابن كذا، ويعرف لماذا أتيت وماذا أحضرت ولماذا يسألك متى سوف تستحم. عندنا في الأمر خطب ما، فاحذر منه أن يحصل لك شيئا ولا نحمد ربنا عليه. بعد 10 دقائق نادى الرجل: يوسف، هل يمكن أن تحضر قليلا؟ ذهب يوسف إليه. نعم يا عماه. قال: جزاك الله خيرا، تفضل، هذه مني لك. أعطاه 3 تمرات في يده وقال لها: كلها كلها، وإن الله سيجعل لك رزقا مدرارا. قام يوسف وأكلها بسرعة، وكل إنسان يتمنى لنفسه الرزق والخير. وشرب عليها القهوة وانصرف عنه. قال: سنعد وجبة العشاء، ومتى إن انتهت أتينا لك منه. قال: جزاك الله خيرا، إن كنت هنا سأتعشى معكم، وإن لم أكن هنا فبوركتم فيما أعددتم. وانصرفت عنه وهيأت نفسي للاستحمام.
أتاه زميلنا وقال له يوسف: ما الذي أعطاك إياه الرجل؟ قال: أعطاني 3 تمرات وقال لي: كلهن فإنهن يجلبن الرزق من بعد الله. قال: وأكلتهم؟ قال: نعم. لماذا تفعل ما يقول لك؟ هل تعرفه؟ قال: لا، ولكنني أفعل لحسن النية فقط. وماذا بعد ذلك؟ قلت له: إني سوف أستحم. قال: سأقول لك شيئا أرجوك ألا تستحم، واجلس معنا، فإنني أشك في هذا الرجل والخوف ينتابني. فالرجل لا يعقل أن يكون عمره قرابة 90 عام ويمكث لحاله ويسبح مكانه ولا يوجد أي معيل معه. إن في الأمر خطب ما. فالغريب في الأمر إنه لا توجد منازل قريبة من هنا، ولو أراد أن يأتي ماشيا على قدميه فالمكان بعيدا جدا، فقرابة أول منزل إلى هنا يبعد أكثر من 5 كيلومتر. كيف لرجل يبلغ من العمر 90 عام أن يصل إلى هنا؟ يا أخي، احذر مما يقول هذا الرجل ولا تستحم وامكث معنا، فأنا أرى إنه رجل يخفي شيئا ما عنا، وهو كأنه ينتظر قدومك. إن يوسف لم يستمع إلى كلام أخوته، قال: إن كل هذه أقوال تشك أنت فيها ولا صحة لها لربما، فأنا أتيت لكي أستمتع بالرحلة. غير ملابسه وذهب ليستحم مع زملائه. نزل في الماء وجلس في الماء واستحم معهم لأكثر من نصف ساعة. ثم ذهبت أنا إلى الرجل، سألته: عما أتريد شيء؟ قال: لا أريد شيء، الآن أنا في أحسن حال. اجلسوا مكانكم، وإن ناديتكم يأتيني أحدا منكم. بعد قليل يوسف جالس مكانه في الماء وجنبه يوجد عمق في الماء. بعد أن نظروا الإخوة إليه إن يوسف ليس موجودا في مكانه، إن يوسف قد غرق. الجميع يقفز إليه، غطسوا إليه لم يجدوه، يحاولون البحث عنه لم نجده، إلا بعد قليل لأكثر من 5 دقائق ظهر يوسف بعيد عنا ب10 أمتار يصرخ: تعالوا انقذوني. ذهب أحد الأخوة يسبح جيدا وأسعفه وأتى به. ما الذي حصل معك؟ لا أعلم، كأن شيئا ما قد سحبني إلى الأسفل، أردت أن أرتفع إلى الأعلى كأن شيئا ممسكا بقدمي، بعد ذلك سحبني بعيدا عنكم، ارتطمت بصخرة ووقفت عليها وخرجت من الجانب الثاني. خرج يوسف من الماء وجلس معنا. بدأ يوسف يتغير شكله، لا يتحدث كثيرا معه، يأكل قليل ويسكت وينظر إلينا كثير. نتحدث إليه يجيبنا فقط على قد سؤالنا، لا يتحدث أبدا معنا إلا إن سؤال: ما خطبك يوسف؟ ماذا بك؟ لا شيء، أنا يوسف. نعرف أنك يوسف، لكن ماذا بك؟ لا يجيب بشيء. الرجل الذي معنا كان فطينا الذي أخبرتكم عنه، توجه إلى الرجل الذي جنبنا لم يجده مكانه. لقد ذهب، رجع، إن الرجل قد رحل. يوسف: هل تعاني من شيء؟ لا. بعد قليل يوسف قد أغمض عينيه واسترخى جسمه وكأنه ذهب في سبات عميق لا يتحرك أبدا. أخبرناهم لربما كان تعبا أو شرب كثيرا من الماء فقد غرق. أبقيناه في مكانه لأكثر من ساعة، جهز عشاءنا فأردنا أن نوقظه، لا يتحرك. إن يوسف قد مات، لا يتحرك أبدا. جسمه بارد، دقات قلبه لا توجد، إذن هو قد فارق الحياة. حاولنا إنعاش قلبه ولكن دون جدوى.
الرجل الذي معنا قال: توقف قليلا ولا تخبر الباقون الذين يسبحون. توجه مسرعا إلى المركبة وأحضر معه قطعة من القرطاس ملفوفة ببعضها بعض. حملها ووضعها على رقبة يوسف وقال: ابتعد عنه قليلا. ابتعدنا عنه وجلسنا مكانه. تربع الرجل وأخذ ماء من العين التي يسبحون فيها وبدأ يقرأ فيه. ماذا يقرأ الله يعلم. أخذ الماء وسكبه على رأس يوسف وعلى أقدامه وصدره، ومكث جنبه وأخذ يقرأ ما لا يعرف ماذا يقول فيه، كأنها ليست لغة عربية. فأخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ، شارفت قراءته لأكثر من 15 دقيقة. بعد ذلك توقف الرجل عن الكلام، لا يقرأ ولا ينظر لأحد، كأنه تجمد في مكانه. يقول: بقيت أنا أنظر إلى الاثنان كأنهم فارقوا الحياة، والباقون يسبحون في العين. يا إلهي، ما الذي حدث؟ إن في الأمر خطب ما يتعلق في عالم الجن. بدأ شعر جسدي يقف، كأنني أنظر إلى شيئا ولا أراه، كأني أشعر بأحدا يمر من جنبي ولا أراه. بدأت أخاف، أصبح المكان موحشا كثير. بعد ذلك إذا بي أسمع عواء خلفي، كأنه عواء بين الذئب والضبع. أردت أن أناديهم أن يخرجوا من الماء، ولكن الرجل أخبرني أن أمكث مكاني ولا أتحدث، وأن رأيت ما رأيت فلا أتحدث ولا أتدخل في شيء. بعد قليل التفت إلى الخلف، رأيت الرجل العجوز الذي كان جنبنا، إنه ممسك بيوسف من رقبته بحبل ويجره خلفه. يا إلهي، ما هذا؟ ما الذي أراه؟ ناديته: يوسف يوسف، لا يجيب. ينظر إلي ولكن لا يجيبني. الرجل يمر من خلفي ولكن كأنه لا يراني، يمضي به بعيدا عن الماء. بعد ذلك اختفى يوسف والرجل. إنني خائف كثير، أو أناديهم أم أمكث مكاني. بعد ذلك إن الصوت الذي كان خلفي يقترب مني، وإذا بي أرى ضبعا كبيرا جدا، وخلفه 3 رجال يلبسون الأبيض بأكمله، لا يتحدثون أبدا، فقط مروا من خلفي وذهبوا إلى الرجل، جلسوا جنبهم، جعلوا يوسف في وسط الدائرة وهم من حوله جالسون يتحدثون عن ماذا لا أعرف. كلما رأيته رأيت 3 تمرات التي أكلهم يوسف. كان قد ترك أمامه، وكل من يحمل تمرة يقول إنه لي، والثاني لم يأخذ التمرة، والثالث قال سآخذه وآخذ ال3 تمرات. كانوا يتفقون على شيء ما، كان في المسألة من يزد في القيمة يأخذ يوسف له. بعد ذلك سمعت صوتا كأنه طيرا فوقي، إذا بامرأة تطير. كيف تطير المرأة؟ إنها تطير على ظهرها، ثم حطت معهم، حطت في وسطهم. إن هذه المرأة أنا أعرفها، هي قريبة من يوسف، إنها من أهله. سلمت عليهم واقتربت من الرجل الذي حمل 3 تمرات، وكأنهم اتفقوا على شيء ما. سلم عليها وسلمت عليه، وأخذت الحبل الذي ربطت به رقبة يوسف وأعطته إياها، وأخذت ال3 تمرات ثم طارت من مكانها كأنها باعت شيئا وأخذت مقابله. بعد ذلك أرادوا أن ناديته: يوسف يوسف، لا يتحرك. علمت إنه قد فارق الحياة، والذي رأيته مجرد أوهام أو حلم. ولكن التفت إلى شمالي ووجدت الرجل الذي معنا أتى من الماء. قال لي: الآن قم بإيقاظه.
أيقظته لم يتحرك. أتى هو وأمسكه من إصبعه الإبهام الأكبر من رجله اليمنى وقرأ عليه، وقام يوسف حي يرزق. يوسف أهذا أنت؟ نعم، ولكنه مندهش ومستغرب. ماذا حصل معك؟ أخذت وحملت من معكم وذهبوا بي من وادي إلى جبل، ثم أتوا بي معك هنا، وتم بيعي ب3 تمرات، وقد اشتروني وربطوني هنا، ثم أتاني هذا وخلصني مما هم فعلوا بي. هيا دعونا نذهب من هذا المكان الملعون. سبحان الله، كيف يحدث هذا؟ كيف على الإنسان أن يختفي من أمام الأعين ويجول من جبل إلى وادي؟ كيف يستطيع أن يطوي هذه الأرض مسرعا فيها؟ إن في الحياة لأمورا لا يستطيع عقل الإنسان أن يدركها. إنها من القصص الحقيقية التي رواها لي، والرجل ما زال موجودا إلى يومنا هذا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد.